بيكم في فيديو جديد، حلقة جديدة من قناة حدوث عطار. ورجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلة جديدة، يعني ممكن نعملها كل أسبوع أو ممكن نعمل حلقة يومين في الأسبوع منها، اللي هو يعني بنلخص الأحداث الكروية اللي حصلت في الأسبوع أو السبت الممتاز بامتداد الحد والاتنين مع الماتشات اللي متعودين عليها بتحصل دي. فيعني قبل ما نبدأ ما شايف القناة فعل جرس التنبيهات تدوس على الزرار وتكتب لنا عايزها تبقى مثلا حلقة كل أسبوع أو الحلقة اللي هو بعد كل مباراة والحاجات دي يعني. فيعني بداية حلقتنا النهاردة هتكون يعني مع الدوري الإنجليزي، خير بداية إن هو أصلا أول ماتش بدأ في الموسم الجديد هو الماتش بتاع مانشستر سيتي اللي اتلعب ضد بيرنلي. جوارديولا ضد تلميذه واللاعب بتاعه السابق اللي هو يعني كومباني اللي صاعد من دوري الشامبيونشيب. بيرنلي اللي فاجئنا برضه بأداء ممتاز جدا. بيرنلي اللي متعودين عليها بأداء دفاعي في أغلب الماتشات اللي بتلعبها في الدوري الإنجليزي، إلا إن طلعت وكومباني لعب ماتش هجومي شوية وبدأ يهاجم ويلعب كورة ويمسك كورة. لكن طبعا جوارديولا ما بيحبش يعمل معاه كده، ما استحطش في دماغه بقى ده تلميذي مش تلميذي، ده لاعب عندي ما كانش لاعب عندي، الحاجات دي كلها. قام نازل مهاجم عليه وفي خلال دقيقتين وشويه ولا حاجه هالاند كان افتتح التسجيل وجاب الجون الاول، وتحس ان هو خلاص بينافس على الهداف من أو هو تحس انه عايز يحسم الهداف من اول 3 ماتشات زي الموسم اللي فات كده. وكومباني برضه بدأ يحاول مرة هنا مرة هنا، إلا هالاند جاب التاني والجون التالت. ومانشستر سيتي يعني زي ما متعودين عليها تنزل تهاجم بتمسك عليه الكورة ما تخليش ياخد نفسك، الحاجات دي كلها. فيعني بداية مبشرة لمانشستر سيتي كالعادة في بدايتها في الدوري الإنجليزي. الا ان اللقطه الغريبه اللي حصلت ما بين جوارديولا وهو بيزعق لهالاند بعد الماتش قدام الكاميرا وعمل مشكله مع الراجل بتاع الكاميرا. فيعني شوشره من دي بتاعت جوارديولا اللي احنا متعودين عليها. الا ان الماتش عدى. تيجي للماتش اللي بعد الماتش اللي بعده بقى هو ماتش ارسنال ضد نوتنجهام فورست. الماتش كان ممكن يروح من ارسنال شويه، الا ان برضه ارسنال بشخصيه اللي رجعت لها اخر فتره مع ارتيتا وكده. خلاص ارسنال يعني يدخل فيها جون يدخل فيها اتنين يدخل فيها اللي يدخل فيه، هي خلاص هتمسك كرة عليك والحاجات دي كلها. فارسنال يعني بالجون بتاع نيكيتا والكرة اللي مسكتها في البدايه شويه، فتحس ان ارسنال خلاص. والجون بتاع ساكا التاني برضه رايحهم شويه. اما الجون بتاع نيكيتا تحس ان ارسنال يعني عملت لك حاجه كده، اللي هو اي لعيب هلعبه في الملعب هيأدي، اي لعيب هيحط رجله في الملعب هيلعب معاه. لكن يعني للاسف اللعيب اللي كان ساند الدفاع معاهم شويه اللي هو تيمبر اللاعب الجديد بتاعهم، اللي عمل مباراه جيده جدا وعمل مباراه يعني فوق الممتازه ضد مانشستر سيتي. الا ان اللاعب جاله رباط صليبي وهيغيب مده كبيره عن تشكيله نادي ارسنال. فيعني نتمنى له الشفاء العاجل عشان يرجع يفيد الفريق، لان هو كان عنصر مهم فعلا في الفريق. وارتيتا اللي كان بادئ بدفاع واحد كانت غريبه شويه على ارتيتا دي، الا ان خلاص كلنا عرفنا ان ارتيتا عايز يمسك يعني عايز يمسك المباريات بعد كده ويكون هو الطرف الاكثر استحواذا والحاجات دي كلها. عشان كده كان بيلعب بديكلان رايس وتوماس بارتي جنب بعض، الاثنين اللي قدموا مستوى جبار. اما تيجي للماتش بتاع توتنهام يعني خلاص الواحد بدأ يحس انها مش من انديه التوب 6 زي ما احنا متعودين مع انجي المدرب الجديد. الماتش خلاص 2-2، هاري كين مش موجود خلاص راح بايرن ميونخ. تيجي تبص يعني مش توتنهام ما حدش عندك يخلص لك، سون طبعا الكابتن الجديد بتاعهم. فما فيش كلام كتير يتقال عن توتنهام، الا ان يعني نتمنى ان هو ما انا كده كده ما بشجعش النادي ولا بشجع انديه منافسه ليه. فيعني بتتمنى برضو ان هو كان نادي من الانديه الكبيره في انجلترا ان هو ما يقعش، يعني الوقعه اللي فيها انديه كتيره بتكون قمه وبتوقعها. فلما نشوف بقى الماتشات الجايه احنا مخبيه لنا ايه. تيجي بقى الفرقتين التانيين اللي هو ليفربول لما لعبت تشيلسي المباراه الجباره اللي عملوها. الا ان برضو الاثنين يعني مفضوحين دفاعيا. دفاع ليفربول يجيب المراره لمشجعين ليفربول. الدفاع بطيء وتقيل وفي كل عيوب الدنيا، سهل ينضرب بسرعه. وشفنا لما تشيلسي الجون تشيلويل لما جاب الجون الثاني اللي اتحسب اوفسايد. اما في البدايه كان ليفربول هو اللي ماسك وجوارديو وكلوب كانوا ماسكين كوره على تشيلسي وجابوا الجون الاول وصلاح جاب الجون الثاني وكان هيحقق رقم قياسي، لكن للاسف الحكم حسب اوفسايد. تيجي تبص بعد كده بوتشيشينيو عرف يقرا المباراه صح وقلب الماتش مره واحده كده على ليفربول ومسك كوره وعمل اداءات جباره جدا. تيجي تبص بقى طب هو يعني ايه اللي ناقص ليفربول تشيلسي برضه مفتوح دفاعيا، لعيبته صغيره برضه ما تحسش ان هي عندها الروح الحماسيه. ايه بقى اللي ناقص ليفربول وناقص تشيلسي؟ هو لعيب واحد كايسيدو. خلاص كان هيخلص في ليفربول فجاه راح على تشيلسي وخلاص خلص في تشيلسي وهيحل لهم مشاكل كتيره جدا مكان كاليجر. الا ان يعني ليفربول دفاعها وحش وما عندهمش وسط محوري يعني يسند مع الدفاع شويه ويربط لعب ما بين الخطوط. تيجي تبص اتكلموا على تشاوميني بس ما اعتقدش ان ريال مدريد هيفرط فيه. كانوا بيتكلموا على كاسيودو قدامهم على دماغهم وراحوا ما عادش فاضل حد قدامهم في السوق. والتشكيله بتاعت اللي هي تشاكبو وسوبوزلي و
وماكاليستر. فما تحسش ان هم الثلاثه دولت الثلاثه كويسين، بس مش اللي هم هيقفلوا لك نص الملعب ويمسكوا لك كوره. انت محتاج محور دفاعي، محتاج حد زي كاسيميرو، زي كاسيدو، زي تشاوميني. في لعيبه كتير تقدر تخلص فيها، بس مين اللي هيقدر يجي لك وتقنعه بعد اللي هم عمالين يعملوه ده؟ نخلص من الموضوع دوت، تيجي الموضوع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي عملت مباراه كبيره برضو، قدرت تكسب 1-0 على ولفرهامبتون. بالجون، يعني كان جون غير الجون طبعا. انت بتتكلم ان اللي فاران جابه، انت بتتكلم ان وولفرهامبتون كان لها ضربة جزاء ما اتحسبتش. المدرب طلع اتكلم بعد الماتش وزعل، وجاري اونيل. لكن خلاص المباراة خلصت والحكم توقف شوية بسبب اللي هو قاله وكده. فتيجي مانشستر يونايتد، ما كانتش المباراة اللي هي استفتاح الدوري لا اكتر ولا اقل. فيعني دوت تحليل الستة الكبار بتوع انجلترا. فحاجة خارجة عن الستة الكبار، نيوكاسل القادم بقوة اللي عامل صفقات ممتازة جدا، والناحية التانية استون فيلا اللي عامل صفقات ممتازة جدا واللي ناهي البريمير ليج على اعلى مستوى. تتفاجئ بالجون اللي تونالي جابه فقال لك خلاص الفلوس حلال. تتفاجئ بديابي يتعادل من استون فيلا يقول لك الفلوس حلال. لكن باربع اجوان من هنا، منهم جونين لاسحاق من نيوكاسل في استون فيلا. بمفاجأة جدا لمتابعين الدوري الانجليزي، بص ان نيوكاسل خلص 5-1 على استون فيلا، عشان يديك يعني نفس انا مش هكون زي السنة اللي فاتت، انا هكون اجمل من السنة اللي فاتت. فهم يعني دي تحليل بسيط ونبذة بسيطة عن اللي حصل في الاسبوع ده من الدوري الانجليزي. نروح للدوريات التانية. تيجي معانا على الدوري اللي نبدأ بالدوري الفرنساوي كده، خفافي خفافي كده كده. ما كانش في حاجة في الدوري الإيطالي والدوري الألماني، ما كانش فيه غير يعني الإفيه بتاع هاري كين إنه ساب توتنهام وراح بايرن ميونخ عشان البطولات، وأول مباراة ليه يخسر 3-0 من السوبر الأوروبي، البطولة اللي كان يعني بيتسلى بيها بايرن ميونخ. فيعني مش هنتكلم عن الدوريين دول. تيجي الدوري الفرنساوي هنتكلم فيه عن حاجة واحدة بس، وهو باريس سان جيرمان اللي مشكلة امبابي مش هتخلص، والموضوع بقى يعني ماسخ شويتين ثلاثة، والموضوع زاد عن اللزوم يعني. وفي هيجي صدقني هيحصل في مره كده تلاقي ريال مدريد جابت مهاجم وما بقوش يفكروا في مبابي باللي هو بيعمله دوت. اللاعب طلع ما يعني اللي هو مادي، اللي خلاه راح باريس سان جيرمان وافق عليهم كذا مره ان هو بيبص للامور الماديه. خلاص بيخلص كلام تاني مع باريس سان جيرمان ان هو يجدد عقده، والموسم دوت اصلا مشى منهم نيمار ومشى منهم ميسي. والكلام بيقول لك اصل مبابي راجع عشان نيمار مشى، هو كان عايز يبقى نجم الفريق فخلاص هو هيبقى نجم الفريق. نيمار راح السعوديه بعرض يعني ما فيش زيه. فباريس سان جيرمان اصلا اتعادلت اول مباراه، ما حدش عارف يعني ايه اللي باريس سان جيرمان فيه وايه اللي رايحه فيه وايه اللي جاي منه، فالموضوع متلخبط معاه. فيعني هو ده اللي تقدر تقول عن الدوري الفرنسي. فما فاضلش قدامنا غير الدوري الاسباني. تيجي تتكلم عن الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد اللي في كعادته اللي كلنا معتادين عليها من اول ما سيميوني مسك، بيبدا الدوري سخن شويتين ثلاثه، يجيب لك جون من هنا يخلي ايه الاعلام يتكلم عليه شويه، لحد ما يبدا يخبط التخبطات اللي كلنا عارفينها والتوتر اللي سيميوني بينقله للاعيبته وكده. الجون يعني ابرز ما في الماتش كان الجون بتاع ممفيس ديباي، الشوطه الصاروخيه. ودي حاجات ممفيس ديباي يفضل هادي هادي كده ويعمل لك حاجه تخلي الناس تقول لك الحق ممفيس ديباي عمل كده ومش عارف ايه. تيجي بقى لبرشلونه اللي بادئ التوتر الزياده عن اللزوم من البدايه بسبب تشافي وكلام اللعيبه. والتشافي دي مشكله في عصبيته. تشافي ما مش مهتم بالحلول الفرديه بتاعت لعيبته. كوندي لما طلع اتكلم وقال لك انا لو ما لعبتش في مركز المدافع هسيب لك النادي وامشي، ويروح ملاعبه مدافع ومخلي اراوخو باك يمين. تيجي في نص الملعب يلعب بكذا كذا لعيب في نص الملعب كلهم بيقدموا نفس الادوار، جوندوجان وديونج والحاجات فاهم بيقدموا نفس الادوار. وبتلعب برافينيا، انا شايف اصلا ان رافينيا مشطب كوره وانت نازل شاحن له يعني شاحن المشاكل والحاجات دي كلها. المشاكل دي منقوله للعيبه في الملعب والعصبيه، عشان تبص تلاقي ان انذار في الثاني بيتطرد بطريقه غريبه جدا. انت كده مش هيبقى عندك ديمبلي ماشي وما عندكش رافينيا، هتلعب بمين على الجناح ده؟ وفي نفس الوقت بتحاول تعتمد على ليفاندوسكي ان هو ينزل ياخد اللعب ويوزع لعبه، وليفاندوسكي مهاجم صندوق. فبالتعادل اللي هو يعني انت بتتكلم هو اي نعم اختفى برضو اخر كام ماتش ضد برشلونه مادين اداء عليهم. هتيجي تبص برضو هل المشاكل دي اتحل ببرشلونه ولسه ماشيين المدير الرياضي بتاعهم اليماني وجابوا ديكو؟ طب ديكو عنده سابقه او عنده يعني خبره قبل كده في موضوع المدير الرياضي؟ دي كلها حاجات الجولات هتبينها لنا. وتشافي اصلا مطرود احتمال ما او بنسبه كبيره مش هيحضر الماتش الجاي. فهيكون ايه عواقب الماتش الجاي؟ برشلونه لو اتعثر تاني سواء اتعادل او خسر الماتش الجاي هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لهم، عكس خصمه بقى ريال مدريد اللي بادئ بدايه حلوه. الا ان برضه هتتكلم ان هو ناقصه مدافع. طبعا ميليتاو جاله رباط صليبي، مش ناقصه مدافع اللي عنده 20، ناقصه مدافع يبقى فيه عمق في التشكيله، وناقصه مهاجم. دي حاجه واضحه وصريحه. خوسيلو مش اللي هيدوك طول الموسم
خوسيلو هيديك في الماتشات اللي هي بتاع الدوري الاسباني اللي هو متعود عليها دي، ومش الماتشات الكبيره برضه. الا ان ريال مدريد كعناصر فرديه لا يعلى عليها في الدوري الاسباني، ومن احسن بقى خلاص العناصر في اوروبا. انت بتتكلم عندك يعني بيلينجهام يا جماعه لعيب، لو هو مش يعني ما ينفعش اتكلم عليه في الفيديو ده، هو عايز فيديو لوحده الصراحه. هو في كامافينجا وتشاوميني اللعيبه اللي سندت معاه في نص الملعب، وفالفيردي اللي بيدعمهم بشكل كبير جدا. والاثنين الجواهر البرازيليه اللي قدام، رودريجو اللي جاب جون، وفينيسيوس اللي نفسي يبطل يعني فزلكه قدام الجون، اعمل زي رودريجو، هات لك الكره انهيها وخلص الدنيا. ولونين طبعا اللي كان واقف جون، اللي صعب عليا الصراحه ان اللاعب خلاص مصدق جات له فرصه عشان يبدع الفرصه بتاعت اصابه كورتوا طبعا، يجيبوا له كيبه. انا شايف ان انت كنت تدي اللونين احسن. اللونين ممكن يكون يعني شارب النادي شويه، واللاعب لما كنت بتديله ماتشات قبل كده ما كانش بيجلي الصراحه. فانت جايب كيبه ما حدش عارف مستواه اخر فتره عامل ازاي. اخر اصلا مستوى كيبه لعب بيه ما كانش كويس، بعد ما قعد دكه الاب وبعد كده قعد دكه المندي، فالموضوع رايح جاي داير، فلما نشوف هتعمل ايه. الا ان برضو انشيلوتي بيقدم الكره اللي متعودين عليها بتاعت اخر موسم، لكن يعني التشكيل او الطريقه اللي بيقدمها انشيلوتي دلوقتي حرفيا يا تصيب يا تخيب، مفيش حاجه في النص. يا تصيب معاه وتخلي بص فرق اوروبا كلها مجزره تحت ايده، يا اما تخيب وتخليه يضحوك لاوروبا كلها. فيعني ده تحليل بسيط عن الكام ماتش بتاع الاسبوع الاول، ما كانش فيه كلام كتير يعني. في الاول وفي الاخر ده الاسبوع الاولاني، كل الانديه بتجس نبض بعضيها، فيعني هو ده اللي كان نقدر نقوله في الحلقه دي. فقبل ما ننهي، مشاكل في القناه، فعل جرس التنبيهات وتدوس على اللايك وتكتب لنا في الكومنتات عايز نتكلم عن ايه الحلقه الجايه.